السلام عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب كده تكونوا بخير وعافية إن شاء الله. طيب خلّينا نبدأ على طول، إحنا كنا اتكلمنا قبل كده على Shopix. طيب ليه اخترت Shopix؟ لإنها من أفضل المنصات اللي إحنا نقدر نشتغل عليها ونبني المتجر بتاعنا، وإن هو بيتعامل إن هو بيدّيك أول حاجة الdomain مجاني والاستضافة مجاني والextensions أو الplugins اللي الداخلية برضه مجاني. طب هل هو بيدّيك ده كلّه مجاني، بس بسبب إيه؟ يعني إيه المقابل ده كلّه؟ المقابل اللي هو بيدّيه لك ده إن هو على كل منتج أنت بتبيعه بياخد نُص جنيه أو 2 سنت، أنت متخيّل؟ يعني أنت بتبيع ب1.000.000 بتبيع بنُص مليون، بتبيع ب10.000.000 بتبيع ب1000 ب2000 الكلام ده كلّه، هو بياخد على كل تَمَن الحاجة دي مثلًا الحاجة دي ب1000 جنيه بياخد نُص جنيه، ب1.000.000 جنيه بياخد نُص جنيه، فأنت متخيّل؟ وبيدّيك كمان domain واستضافة مجانية. الdomain بمعنى أصح يعني بيكون subdomain ولكن مش domain كامل، يعني إيه subdomain؟ هنشرحها دلوقتي. أنا دلوقتي مسجل بالفعل ولكن أنا خلّيني ندخل دلوقتي إن إحنا إزاي نبدأ التسجيل. بعد ما بنبدأ مجانًا بنيجي هنا عند الاسم وبعد كده البريد الإلكتروني وبعد كده رقم الجوال والدولة بنختارها زي مثلًا إحنا ممكن نختار أي دولة تاني مش شرط مصر يعني لو أنت في الأردن أو في السعودية أو في المغرب أو في الكويت أو أي دولة أنت فيها تقدر تختار الدولة بتاعتك وتكتب الرقم بتاعك، وهنا بقى بتكتب الاسم بتاعك. يعني إيه subdomain خلّينا نتكلم فيها بشكل أوضح وأكبر، يعني هنا أنا ممكن أكتب الاسم بتاعي، اسم هيكون مثلًا خلّينا نختار مثلًا moha.myshopix.store مش هيكون moha.com على طول أو .store على طول أو أو .fun أو أي حاجة تاني غير كده. ليه؟ هو بيدّيه لك مجاني وبيخلّيك على الdomain بتاعه، بيدّيك subdomain عليه أو domain فرعي على الdomain بتاعه، وأنت تقدر تعمل ده بعدين لمّا أقول لك إن أنت إزاي تعمل الdomain بتاعك أنت الخاص بيك. ولكن أنا أرجّح وأرشّح أكتر إن أنت في البداية تشتغل بالطريقة دي لحد ما ربنا يكرمك إن شاء الله وتبدأ إن أنت تعمل الدومين الخاص بيك، وخلّيني برضه إن أنا أعرّفك إزاي تقدر يبقى عندك دومين خاص بيك بشكل سريع، ونبقى نتطرق للموضوع ده بمحاضرة خاصة بيها إن أنت إزاي تعمل دومين خاص بيك وكمان تعمل منه sub domain وليه تعمل منه sub domain لحاجات زي إيه مثلًا، عشان خاطر تعمل بيه إيه. حبينا إن إحنا نشتري دومين مثلًا هنيجي عند المنصة اسمها Hostinger، المنصة دي بالفعل من أقوى المنصات اللي أنا باحبها وأقدر أشتري منها الدومين أو الاستضافة. إيه الدومين وإيه الاستضافة؟ طيب الاستضافة دي إحنا بنرفع المتجر بتاعنا على على الإنترنت عمومًا، ولكن الdomain ده اسم بتاعنا بنشتريه بنحجزه، فبنشتري الاسم بتاعنا يكون عندنا. طيب نقدر إزاي نشتري الdomain بتاعنا؟ إحنا مش عايزين استضافات هو خلاص مدينا الاستضافة مجاني، ولكن إحنا نقدر نشتري الdomain والdomain برضه لو أنت مش عايز تشتريه هو كده مدّي لك domain أو subdomain مجاني. طيب لو أنت عايز تشتري الdomain بنعمل إيه؟ بندخل على دومينات، وبعدين بيظهر لك بالشكل اللي أنت شايفه قدامك ده. وبعد كده بنيجي هنا عند الخانة بتاعة البحث وبنكتب الاسم اللي إحنا عايزينه، يعني مثلًا ممكن نقول مثلًا خلّينا نختار مثلًا Mark Pen والله اسم أنا مش عارفه هو إيه، بس أنا إيه، جِه في بالي، وعملنا مثلًا search بحث، زي ما أنت شايف قدّامك كده بيجيب لي حاجات كتيرة جدًا. طَب إيه اللي قدّامي هنا بيقول لك markpen.com عامل $5 طيب وده .online عامل 1.99 سنت، $1.99 لو بصيت هنا markpen.shop عامل 99 سنت فقط، أنت متخيل الرقم؟ طيب هنا نفس الكلام لو بصيت هنا عند 99 تاني هتلاقي برضه ب99 يعني مش محصّل الدولار يعني، تقدر تشتري الdomain بتاعك. لو بصينا هنا عند markpen.site عامل 99 برضه سنت، لو بصينا عند space عامل 99 سنت وهكذا. طيب إحنا مثلًا حبينا نشتري أي واحد منهم مثلًا أبو 99 مثلًا سنت، نيجي نضغط مثلًا على ده اللي هو .store هيدخّلنا على الصفحة التانية اللي قدّامك دي بالضبط. طيب إيه الصفحة دي؟ بيقول لك هنا لو أنت عايز 1 سنة أو 2 سنة أو 3 سنة، في الغالب إحنا بنختاره سنة، لإن المشروع لسه بداية وإحنا لسه بنجرّب بنشوف هل الاسم بتاعنا ده إحنا اخترناه في الوقت اللي إحنا اخترناه ده وبعد ما نجحنا هل كان صح والّا نغيّره؟ طيب إحنا بنختار سنة عشان نشتغل بيه على طول. هنا بييجي هنا بيقول لك سعره هيكون 99 سنت ولكن بدون الضرائب بتاعته، لا يشمل الضرائب المعمول بها. طيب يعني سعره دلوقتي ل1 سنة ب99 سنت ولكن هيضيف عليها ضرايب. طيب لو بصيت هنا بيقول لك هل لديك قسيمة؟ يعني إيه الموضوع ده؟ يعني لو أنا اديتك كود خصم تقدر تضيفه هنا وكمان يدّيك خصم فوق الخصم. لو أنا قدرت أجيب لك الكود الخصم ده هاضيفه بأسفل المحاضرة وإن شاء الله تستفيد منه، مش شرط يكون أسفل المحاضرة ممكن يكون بعد تاني أو تالت محاضرة، لإن أنا إن شاء الله في الفترة اللي هو هاتكلم فيها على هوستنجر إن إحنا هنتكلم عنه إن إحنا إزاي نشتغل بالdomain ونعمل domain والكلام ده كله عشان خاطر نكبّر من شغلنا أكتر، هابقى ضايفه بعديها. طبعًا أنت بتقدر تضيف هنا القسيمة بتاعتك ولو ما معاكش مش مشكلة بتقدر تتابع أو
تكمّل. طبعًا جاب الصفحة اللي هي قدّامك دي، هنا بيقول لك أنت تكتب البيانات بتاعتك، يعني مثلًا كاتب اسمي والاسم العائلة، وهنا بيقول لك رقم الهاتف بتاعك، بتختار الدولة بتاعتك، وبعد كده بتحط الرقم الخاص بيك، وهنا بلد الإقامة بتحط مصر، وهنا العنوان بتاعك والكلام ده كلّه بتضيفه هنا، وهنا بيقول لك المجموع التقريبي كلّه بالضرايب وكل حاجة عامل $17 يعني الdomain بتاعك عامل $17 يعني مش مكمّلين حتى 65 جنيه. لو بصينا هنا وقُلنا مثلًا المتابعة، هيدّيني هنا طرق الدفع بتاعتي. أنا مستغرب دلوقتي إن مش لاقي فوري، لإن أنا دايمًا باتعامل بفوري وكل الدومينات اللي أنا مشتريها بفوري. أنا بالفعل مش هاشتري أي دومين دلوقتي لإن الدومينات اللي عندي مستكفية، ولكن لمّا نيجي نعمل المحاضرة الخاصة بHostgator هابقى باشتري الدومين قدّامكم، لإن أنا مش عايزكم تخوضوا المرحلة دي دلوقتي. هو دلوقتي أنتم معاكم دومين بالفعل، فمش مشروط إن أنتم تشتروه، ولكن لو أنت عايز تadvanced أكتر الموضوع ويبقى عندك الموضوع professional أكتر وحابب تشتغل بشكل أقوى، بالفعل نفس اللي أنا ماشي بيه الخطوات دي، تقدر تشتري الدومين الخاص بيك. وتقدر هنا من طريقة الدفع مثلًا تقدر تدخل بفيزا تشتري أو بماستر كارد أو بأي فيزا تانية، تملى البيانات بتاعتك ورقم البطاقة، وبعد كده تاريخ الانتهاء والCVC وCVV، بعد كده رسالة دفع وتنزل هنا لو أنت معاك PayPal بتقدر برضه نفس الكلام تدخل عن طريق بيبال تدفع وتشتري الدومين بتاعك. وجوجل باي أنا بصراحة ما جربتهاش قبل كده، لإن دايمًا أنا باتعامل يا إما ببيبال يا إما بفوري. أنا باشوف مشكلة فوري دي ممكن تكون في مشكلة في البلد أو أنا عامل مثلًا VPN مثلًا، بس أنا مش شايف VPN خالص، ولكن خلّينا نشوف الموضوع ده ماشي إزاي، لإن أنا برضه هاتكلم عنه إن أنت إزاي تشتري من فوري. الموضوع بسيط بصراحة فيه، بيدّيك كود بتقدر تشتريه مثلًا من على الapplication بتاعك لو أنت عندك application فوري، أو من أي مكنة خاصة بسنترال أو بسوبر ماركت تقدر تدفع منه الكلام ده كله. ده الكلام ده لو أنا باتكلم في مصر، غير مصر تقدر تشتري من فيزا، تشتري من ماستر كارد، تشتري من باي عادي، ولكن الفوري دي أنا باتكلم عنها خصوصًا فقط في مصر. وبعدين بتقدر تشتري والموضوع كده بيتم، وبعد كده بيدخّلك للصفحة اللي أنا هاوريها لك دي، بيدخّلك على داشبورد زي ما أنت شايفها كده بالضبط قدّامك. هنا مثلًا لو بصيت أنا مشتري دومينين هنا على الحساب ده، الحساب ده حساب من الحسابات اللي أنا مشتري عليها دومينات، الدومينات دي أنا باستهدفها لأغراض شغل معيّن لbusiness خاص بيّا، فهنا هتلاقي إن أنا ضايف دومينين معيّنين ممكن أكون مش ظاهرهم لإنّهم حاجة خاصة جدًا في الشغل بتاعي ما باحبش أظهره بشكل كبير يعني. وهنا لو بصينا هنا لو إحنا حابين نعرف إيه الدومينات اللي عندنا، هتلاقي هنا مثلًا محفظة الدومين اللي عندنا، نضغط عليها، هنا بيقول لي المحفظة بتاعة الدومينات بتاعتك، وهنا كمان أقدر أشتري دومين جديد أو تالت، أنت معاك لحد مليون دومين تقدر تضيفها في الحساب بتاعك. وبعد كده بتقدر تضغط هنا وتضيف دومين جديد، عايز تسمي اسم جديد، الكلام ده كله الاسم القديم بتاعك مش عاجبك وانتهى، خلاص السنة بتاعته انتهت وأنت عايز تضيف دومين جديد، بتقدر تضغط من هنا وتشتري دومين على نفس الحساب بتاعك. طبعًا إحنا طوّلنا في موضوع Hostinger ولكن أنا بس باقول لك الموضوع بيبقى ماشي إزاي، إن أنت تقدر تشتري دومين أو تقدر تشتغل بالsub domain الخاص بShopX، هو بيدّيك sub domain بتشتغل بيه، يعني أنت مش متعرقل خالص، أنت تقدر تبدأ على طول فورًا. فمش مستاهلة إن أنت تشتري الدومين دلوقتي لحد ما أنت تبقى فاهم أنت بتعمل إيه، وبتمشي معايا خطوة بخطوة في كل المحاضرات وكل الupdates اللي هتنزل إن شاء الله اللي هتفيدك بإذن الله. وبعد كده زي ما قُلت لك تقدر تضيف الاسم بتاعك والبريد الإلكتروني، وهنا الاسم بتاعك، وهنا الرقم الجوال، وهنا بعد كده بتضيف الباسورد، وهنا تأكد الباسورد، وبعد كده بتقول له انشئ الآن، وبينشئ على طول وبيدخل لك على الصفحة اللي قدامك دي. بعد ما بتسجل بتبقى على الصفحة اللي أنت شايفها قدامك دي بالضبط، بتظهر لك بنفس الطريقة دي. طيب خلّينا نشرح اللي إحنا شايفينه قدامنا ده بشكل مبسّط جدًا. طيب اللي قدامك هنا في الheader مثلًا بيقول لك shop me، هنا بيعرض لك المتجر بتاعك، أنا مختار theme معين وأنا هابقى أشرح لك إزاي إن أنا اخترتها، ولكن أنا هاشرح لك أصلًا ليه تختارها وتختارها ليه وإزاي تبني الثيم بتاعتك. ولو بصينا هنا بيقول لك مؤمن عصام، يعني هنا بيقول لك الملف الشخصي بتاعك والsetting والحاجات دي كلها. أقدر من الملف الشخصي أعدل هنا والطلبات والتقارير والحاجات دي كلها خلّينا ما نتكلمش عليها دلوقتي، إحنا عايزين ندخل في الحاجة المضمونة على طول. أنا عايزك تبدأ على طول، مش عايزك تخش في حكاية التقارير والطلبات، لإن هي دي دلوقتي مش محتاج لها أنت أوي، فيما بعد هتبقى فاهم أنت عايزها في إيه، لكن دلوقتي لأ، أنت مش محتاج لها خالص. وهنا طبعًا هتلاقي هنا حاجة اسمها notifications أو الإشعارات اللي هي بتظهر لك، يعني مثلًا لو بصيت هنا عند الطلبات جاري التجهيز مُكتمل طلبات الإرجاع، يعني الحاجات اللي هي اتطلبت بالفعل وجاري التجهيز ليها، ودي طبعًا مش هاقول لك أنت محتاجها دلوقتي برضه. وهنا مُكتمل، وهنا طلبات الإرجاع، وهنا لو بصينا عند العُملا هنلاقي العُملا النشيطين، عندك عُملا نشيطين اشتروا بالفعل، بس نشيطين بيشتروا منّك بالفعل، وهنا مُعلّق العُملا اللي هم طلبوا ولكن لسه في مشكلة يعني المنتج بتاعهم مُعلّق. وهنا لو بصينا المنتجات
غير متوفر بالمخزون مثلًا 1، وهنا التعليقات، هنا التعليقات هتظهر لك على كل product مثلًا إن المنتج مثلًا فيه مشكلة أو المنتج مثلًا ما وصلنيش والكلام ده كله. وهنا لو بصينا هتلاقي غير متوفر بالمخازن بيقول لك مثلًا المنتج الفلاني متوفر منه قد إيه، ولكن إحنا مش هنشتغل بالطريقة دي برضه. أنا هاعلّمك إن أنت إزاي تربط كلّه ببعضه، يعني الموضوع يكون أوتوماتيك لإن إحنا هنشتغل على تاجر وهنربط تاجر بإيه، بالمنصة أو المتجر بتاعك، فأنت قاعد زي الباشا المنتج بتاعك automatically شغّال، بتبيع منّه، مش مستني منّك إن أنت تشوف إيه اللي بالمخزون وإيه اللي ناقص وإيه اللي والكلام ده كلّه، وده هنشرحه قدّام. وهنا طبعًا بيقول لك اللغة لو أنت عايز مثلًا تختار اللغة الإنجليزية تقدر تختارها، ولكن أنا مختار العربي لإن أنا عايز أكون موضّح الدنيا كلّها بالعربي للناس اللي عندي. وهنا طبعًا خروج يعني مش هنخرج يعني. لو بصينا هنا كمان في الheader ده بيقول لك أنت مشترك الآن في باقة الطلبات، يعني إيه الكلام ده؟ وهنا بيقول لك كمان اللي عندي من رصيد 100 جنيه. طيب يعني إيه الكلام ده؟ أنت دلوقتي زي ما قُلت لك في بداية الفيديو إن أنت بيدّيك كل المميزات، بيدّيك domain، بيدّيك hosting أو استضافة، بيدّيك extensions أو plugins بتقدر تربط بيه حاجات الplugins اللي موجودة داخليًا دي بتشتريها بالفعل أصلًا من منصات تانية بمبالغ، هو بيدّيها لك مجاني. طيب مقابل ده كله هو بياخد منك على كل order أنت بتبيعه 2 سنت أو نُص جنيه، يعني احسبها 2 سنت ممكن تبقى نُص جنيه يعني. فتخيل حتى لو جنيه ولكن هي نُص جنيه بالفعل. تخيل أنت بتبيع المنتج بتاعك ب1.000.000 مثلًا وفي النهاية بتدفع بس 2 سنت أو نُص جنيه، يعني ولا حاجة. أنت بتبيع المنتج بتاعك ب1000 جنيه بتدفع مثلًا نُص جنيه، بس إيه المنصة دي شايلاه لك، يعني أنت ما بتدفعش اشتراك شهري ب1000 جنيه يعني أنت مثلًا مش مشترك اشتراك شهري ب5000 جنيه، يعني لو بصينا مثلًا على Shopify اشتراك شهري ييجي مثلًا ب$15 مثلًا، ده اشتراك شهري مثلًا. ده غير الplugins الداخلية باشتراكات، يعني الplugins الداخلية في منها كتير جدًا باشتراكات، يعني كل الplugins اللي داخل Shopix هنا مجاني، معظمها اللي إحنا محتاجينها وبنشتغل عليها مش معظمها دي تقريبًا كلها مجاني، إن أنت بتعمل المنصة بتاعتك أو المتجر بتاعك على المنصة برضه مجاني، وبيدّيك domain مجاني، كل ده مجاني، والاستضافة مجاني، فتخيل النُص جنيه بتاعتك دي هي بس اللي عاملة لك دي كلها على كل order. طيب خلّينا هنا نكمّل نبُص على لوحة التحكُّم اللي إحنا عليها بالفعل، لو بصّينا هنا على الطلبات نضغط عليها مثلًا هنا كده، هيظهر لك هنا الطلبات بتاعتك، يعني أنت هنا مثلًا عندك كام طلب، والسلّات المطروقة، يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه السلّات المطروقة؟ يعني نقول مثلًا إحنا دخلنا على Hostinger دلوقتي بالضبط زي ما إحنا دخلنا واشترينا ووصلنا لحد بوابة الدفع ومشينا، ده معناه إيه؟ ده معناه إن إحنا عندنا النيّة إن إحنا نشتري، ممكن أكون شخص مثلًا رُحت أتغدى وقُلت بعدين أكمّل ونسيت، ممكن أكون رُحت مشوار وقُلت أبقى أرجع وأكمّل ونسيت، ممكن مثلًا أكون جيت عند الدفع ولقيت الفيزا بتاعتي مش معايا فقُلت بعدين أو لقيت طرق الدفع مثلًا مش لاقي طريقة الدفع اللي هي معايا مثلًا بادفع بفودافون كاش أو فوري، فما لقيتش طريقة الدفع، فباقدر أستهدف الناس دي تاني بالمشاكل بتاعتهم، وأقدر أفكّرهم إن أنتم على فكرة ليكم حاجات في السلة كان المفروض تشتروها، فأنت نسيت، فممكن ترجع تشتريها عادي. وهنا الطلبات بتظهر لك الطلبات الأوردرات اللي هي طالعة، يعني اديت الأوردر عندك أوردرين، 3، 10 بتبقى ظاهرة لك هنا. وهنا طبعًا المنتجات هنبقى نحكي عليها قدّام والعُملا والكلام ده كلّه والتقارير، وهنا متجر التطبيقات برضه دي من أهم الحاجات اللي هنتكلّم عليها، إن إحنا نجيب بقى الplugins الخاصة بتاجر والخاصة بأي منصة تاني نربط بيها بالمتجر بتاعنا، والموضوع هيكون ممتع جدًا. وهنا لو بصينا هنا هتلاقي المتجر الإلكتروني، هنبني المتجر إزاي والكلام ده كلّه في المحاضرات الجاية إن شاء الله. وهنا نقاط البيع، وهنا أحصل على رصيد مجاني. ليه نحصل على رصيد مجاني؟ أنا شايف إن أنت مش شرط إن أنت تدور ورا حاجات زي كده، لإن موضوع إن أنت تحصل على رصيد مجاني، أنت واحد شغال وبتفتح business وبتبدأ والكلام دوّة، فأنت عشان تدخّل فلان وعلان عشان خاطر تاخد رصيد مجاني، أنت مش فاضي للحاجات دي، إحنا خلينا مركّزين أكتر في إن أنت إزاي تشتغل بشكل professional. وهنا المحفظة، يعني أنت مثلًا عندك كام في المحفظة، يعني هو بيظهر لك هنا مثلًا إجمالًا الموضوع هنا عندك 100 جنيه ولكن خلينا ندخل عليها ونشوف الموضوع. لو بصيت هنا بيقول لك الرصيد الحالي عندي 100 جنيه والرصيد المستحق عندي 0 يعني ما عليش حاجة لسه. يعني أنا مثلًا ما صرفتش حاجات ومستحق عليّا كذا، تمام. لو بصيت هنا هتلاقي هنا تحديث الصفحة وهنا إضافة رصيد، لو ضغطت عليها هيظهر لي هنا أقدر أدفع عن طريق فودافون كاش بالرقم ده، وأقدر أدفع عن طريق فيزا أو ماستر كارد. ولو نزلنا هنا بنشوف الباقات عندك بتقدر هنا بتضيف من عندك من $2 لحد $500. وهنا مش شرط إن أنت تدفع بالدولار، أنت عادي ما هو بيقول لك هنا بتدفع 96 جنيه وتدفع هنا 1200 جنيه وتدفع هنا 2400 جنيه و4800 جنيه، ده رصيد عندك، ده مش بياخدوه منك اشتراك، ده بيفضل على حسابك مدى الحياة لو أنت مش هتستخدمه كتير يعني.
ولكن أنت بتشحن عشان خاطر ما يوقّفش الأوردرات عندك، يعني ما يبقاش عندك طلبات أوردرات بتطلب وأنت عندك الرصيد زيرو، كل ده هيتركن، كل ده هيتركن بسبب إن أنت رصيدك زيرو، أنت متخيل؟ فإحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي، فدايمًا نضيف الرصيد، يا عم ابدأ أول حاجة بال100 جنيه بتاعتك تمام، لمّا يخلصوا الأوردرات بتاعتك احسبها مثلًا في كام أوردر، هيبقى مثلًا شوف كام أوردر في ال100 جنيه يعني 200 أوردر، ف200 أوردر هتدفع عليهم 100 جنيه، 200 أوردر يعني 200 أوردر لو أنت بتبيع الحاجة ب200 أو 300 جنيه مثلًا فشوف على 200 كام، فطالعين لك بمبلغ كام، أنت بتدفع بس 100 جنيه على ده كله، فمدّي لك منصة والكلام ده كله، فالموضوع جامد جدًا. خلّينا نكتفي لحد هنا، والمحاضرة اللي بعد دي إن شاء الله هنتكلم فيها عن كل حاجة خاصة بالمنصة، هنبني المتجر بتاعنا، وبعد كده هندخل على مرحلة تانية اللي هي خاصة بتاجر، نختار الproduct اللي إحنا هنشتغل عليه، ونختار المكان اللي إحنا هنبيع فيه، وبعد كده ندخل على الmarketing نختار إن إحنا نشتغل إزاي على الفيسبوك، نكامبين الحملات بتاعتنا. إزاي نعمل الحملات بتاعتنا على فيسبوك وإنستجرام، وبعد كده إزاي كمان نعمل الحملات بتاعتنا الخاصة بواتساب، وإزاي كمان نعمل الرسايل وندخّل الذكاء الاصطناعي، وإزاي يعمل لنا الرسايل بشكل فعّال، وإزاي إن إحنا ما يحصلناش spam، وبعد كده إزاي كمان نسحب الdata اللي هي الخاصة بالشغل، إن إحنا نقدر نبعت لأرقام معيّنة، وكمان ندخل على المرحلة الأخيرة واللي هي الخاصة بالإيميلات، إن إحنا إزاي نعمل إيميلات ونعمل تسويق بالإيميل للمنتجات بتاعتنا، والموضوع إن شاء الله هيكون ممتع جدًا المحاضرات اللي بعد دي. أتمنى تكونوا بخير، السلام عليكم.